على فكرة انك ضايع عني تطوف في الشوارع. يا رب ارحمني بقى، عجل بأمري عجل بأمري عشان خلاص انا خلاص. الجاسوم او شلل النوم او انا مش عارف تسميها عندك حاجه انا انترستد فيها عشان بتجيلي فجاي اتكلم عليها دلوقتي. مبدئيا الجاسوم ذات نفسه هل هو عفريت هيجي وهيموتك وهو بس عايزك تتشل وانت نايم ويفضل باصص عليك؟ لا، الجاسوم هي كلمه اسلاميه عربيه معناتها الكوابيس وانت نايم، بس ملهاش اي علاقه بالعفاريت، ملهاش اي علاقه بالشعوذه، ملهاش اي علاقه بالجن. بس ما تقلقش يعني هو مش احنا بس اللي كنا فاكرين الجاسوم ده عفريت ومش عارف ايه، ما تقلقش بره مسمينه اسامي تانية كتير. اسبانيش بسانتا، اولد هاج اوف نيو فاوندلاند، و ذا جابانيز كان شيبا بتاع ابن كده. طب طالما ما فيش عفاريت ماسكه روحي وبتموتني ولا اي حاجه، انا ليه بيحصل لي كده؟ بص، هو الموضوع محتاج شويه تركيز، فيعني خربوش الشاي المتين بتاعك. مبدئيا كده شلل النوم متقسم لنوعين، ابن جوجيك وابن بابك. انا حافظ الاسمين بالعافيه، فده رقم 1 وده رقم 2 عشان مش عايز اسمهم تاني. دي المرحله اللي قبل ما تروح فيها في النوم على طول، ودي المرحله اللي قبل ما تصحى على طول. شلل النوم بيجي لك ما بين البنين بالظبط. انت لما تيجي تنام نومك ما بيكونش زي بعضه على طول، لا في فترات في النوم بتاعتك، مرحله اولى، مرحله ثانيه، مرحله ثالثه، مرحله رابعه، مرحله خامسه. المرحله الخامسه دي اللي احنا عايزينها. المرحله الخامسه دي اللي اسمها REM، هنسميها ريم اختصار على الاختصار اللي هم حاطينه. والريم دي اهم مرحله في المراحل كلها، هي المرحله اللي انت بتحلم فيها والمرحله الاخيره. هي مش الاخيره قوي يعني، هو انت بتعدي على المرحله دي وبعد كده ترجع للمرحله الاولى وتفضل تلف فيهم كده. ونيجي نسال سؤال تاني، انت ليه لما بتحلم ما بتتحركش في جسمك زي ما انت بتتحرك في الحلم؟ عشان انت لو اتحركت في الحياه زي ما انت بتتحرك في الحلم ممكن تاذي حد، ممكن تاذي نفسك، ممكن تموت اساسا. فعقلك بيأمر جسمك اللي هو يشيل ايديك ورجليك. فانت لما تيجي تصحى في المرحله دي رجليك وايديك بيكونوا مشلولين، فبتحس ان جسمك كله بيكون مشلول. طب نيجي لسؤال تاني، انا لما بيجي لي الحوار ده ما بحسش بس ان جسمي مشلول، انا بحس في حد عايز يموتني، في حد عايز يفشخني، بكون خايف، بكون مرعوب، في حاجه بتحصل. عشان في مرحله الريم انت المفروض عقلك بيطلع هرمونات خوف وقلق في الاحلام وكده، فانت لما بتصحى في الوقت ده الهرمونات دي بتفضل تطلع بشكل عشوائي تماما، وبرده عقلك ما بيكونش فايق كله. وبس كده، حوار ولا جن ولا عفاريت ولا جاسوم ولا اي حاجه، بس كده مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه بتهددك، مفيش اي حاجه هتموتك. زي ما انا قلت في الاول الحوار ده كان بيجي لي فكنت انترستد ازاي اعالجه او ازاي اخليه ما يجيليش اساسا. فعرفت كام حاجه كده، لو انت عندك مرض او تعبان فانت ممكن المرض ده يصحيك في اي وقت من النوم، فممكن الحوار ده يجيلك عادي. والحوار ده برده بيجيلك من وراثه، فانت ما تقدرش تتحكم فيه قوي بس ممكن تسيطر عليه بالحاجات اللي انا هقولها. ازاي بقى تسيطر على الحوار ده؟ حاجات بديهيه، المفروض تنام ال7 او 8 ساعات اللي جسمك بيكون محتاجهم، وتنام في نفس الميعاد كل يوم علشان جسمك يعرف ان ده وقت النوم، وعقلك بالذات. وما تشربش كحوليات او كافيين قبل ما تنام. انا عارف ان انت ما بتشربش كحوليات عشان انت محترم وجاي في شانل محترمه، ويعني مين هيشرب كافيين قبل ما ينام؟ انا ما اعرفش مين هيشرب كافيين قبل ما ينام. والحاجه الاخيره هي غريبه شويه، بس ما تنامش على ظهرك. انا عارف ان 90% من الناس ما يناموش على ظهرهم، الموضوع بيكون صعب بالنسبه لهم، بس انا من السايكوز اللي بينام على ظهرهم. وبس كده يعني، دوس لايك وسبسكرايب وشير والجرس، دوس على الجرس، حلو الجرس، وسيب كومنت. بص انا ما اعرفش اعمل اوترو، انا هعد من 1 ل 3 وخلاص. 1 2 3.